فيديو لن تصدق. شاهد جماهير الوداد المتواجدة في الجزائر تزلزل الجميع بتيفو عالمي لخريطة المغرب كاملة وسط صدمة الجميع. اهتزت الجزائر والجزائريين غضبا بتيفو جماهير الوداد البيضاوي الذي رفعته في مدرجات الملعب وسط الجزائر أثناء مباراة الوداد البيضاوي وشبيبة القبائل. وإليكم التفاصيل الكاملة. انهزم ليلة أمس الجمعة نادي الوداد البيضاوي أمام مضيفه نادي شبيبة القبائل الجزائري بهدف مقابل لا شيء ضمن الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وسبب الخلافات والمشاكل السياسية بين المغرب والجزائر شاهدنا المضايقات التي تعرض لها نادي الوداد وطاقمهم فور وصولهم للجزائر، حيث بدأت بسلب طاقم تصوير الوداد كل المعدات والكاميرات ومنعهم من التصوير، ثم عدم وجود العلم المغربي في الملعب الذي ستقام به المباراة، وأيضا منع جماهير الوداد من الدخول مرورا إلى المضايقات التي تعرض لها مدرب نادي الوداد أثناء إلقاء كلمته خلال الندوة الصحفية. وكرد على هذه الأفعال الصبيانية فاجأت جماهير الوداد التي كانت متواجدة في الجزائر الجميع بتيفو عالمي أزعج الجزائر وصدم المعلق حفيظ الدراجي، حيث رفعت جماهير الوداد تيفو عملاق يظهر خريطة المغرب كاملة مع الراية المغربية، كرد على عدم رفع العلم المغربي في الملعب والمعاملة الغير محترمة التي تعرض لها نادي الوداد البيضاوي.